اسمي محمود إبراهيم العبد الله، اسم الحركي خابات كوباني. عمري مواليد ال93، أنا أكبر واحد بالعيلة. وعفت المدرسة طبعا لأسباب يعني مادية، واشتغلت بمحل فروج، يعني عندنا بالبيت كمان كان محل الفروج فاتح واشتغلت أنا بيه. كنا نسمع عن الرفاق أنه مثلا جاي مكون كردي ويريد يقاتل داعش. احنا طبعا ما كنا نعرف أنه مثلا كرد وعرب، كنا نعرف بس كرد. لما رحنا وتعرفنا عاد على الرفاق، طلعوا الرفاق كرد وعرب من جميع المكونات. ايه لما عرفناهم انه من جميع المكونات، احنا طبعا يعني نقول انه تحرك دمنا انه مثلا داعش ده لها حاكمه وظالمه، او يشوفون مثلا مره مثلا مي لابسه شاله على راسها او ملفع، احنا نقول له بالعربيه يعني ملفع، يعني يقتلونها هي وزلمتها، يعني بالبيت يفوتون عليها او ياخذونه مثلا يعذبون الزلمه. يعني شفنا هالظلم هذا، وقررنا طبعا أنا وكم صديق لإلي قررنا أن ننضم عليها، ورحنا انضمينا عليها كقوات سوريا الديمقراطية كرفاق، وعرفناهم أنه من جميع المكونات. نتبع أنه الرفاق بس كانوا طوابير، يعني كانوا طوابير الشهيد ميماتي، كان طابورنا طابور الشهيد ميماتي. لما انتبعنا للشهيد ميماتي طبعا هنا خضعنا لدورات مثلا عسكرية وسياسية وفكرية. ولما شفنا الرفاق يعني انه مثلا يعني بيناتهم الروح الرفاقية، المحبة، الأخلاق، هنا يعني بالعكس قمنا نحب بعضنا أكثر وأكثر. لما عاد بعد التدريبات وكذا، يعني الرفاق قالوا لنا هذول إنه بدنا نقتحم الرقة. قلنا له طبعا على الروح الرفاقية مثلا ما واحد رجع لي ورا وقال ما أروح، الكل يعني قالوا احنا جاهزين لتحرير أهلنا من داعش، يعني ما نخلي داعش يعني ببلدنا بأراضينا. وهنا عاد أول اقتحام كان للرقة على منطقة الطيار. منطقة جرية اسمها الطيار، منطقة بأول الرقة عند المي. اقتحمنا الطيار، أول ما فتنا عليها بعد أذان المغرب تقريبا بالساعة 7 مشينا عليها. فتنا بين مزارع 2 كحيطانهن، يعني تقريبا شي 15 دور. هذا احنا فايتين كخط عسكري وفايتين ناخذ مناطقنا من داعش. هنا تحاصرنا بنفس الشارع، يعني بين المزارع 2 ما لنا مفر. هنا صارت استشهادات وجرحى يعني مقارب 70 رفيق تقريبا. الرفاق يعني شلنا رفاقنا تصاوبهم واستشهدهم، شلناهم وسعفناهم بسيارة، راحوا معاهم بعض الرفاق. ظلينا احنا رجعنا على نفس المزرعة أخذناها، وطلع كانت بمرة وزلمتها عايشين بنفس البيت. خافوا منا الجماعة يفكرونا داعش، قلنا لهم احنا ما احنا داعش، احنا الرفاق، احنا قوات سوريا الديمقراطية. هنا المرأة يعني انبسطت يعني طارت من الفرح انه سمعت انه جايين نتحرر. يعني طبعا بعد كلام المرأة انبسطت، بعد ما قلنا لها احنا قوات سوريا الديمقراطية وكنا رفاق وكنا اهل وعرب وكرد وكذا، المرأة انبسطت.
الساعة 6 الصبحيات اقتحمنا بناية الحمزاوي، كنا بدنا نثبتها نقطة لأنه كانت أعلى وحدة بمناطق الطيار، يعني تكشف على الطيار بالكامل، منطقة الطيار. هنا اقتحمنا بناية الحمزاوي، أخذناها، طلعنا على بناية الحمزاوي. طبعا كان الحوش الجواني محوش، حوش تبع البناية محوش، الطوابق الباقي كان على العظم، وكان بيبلوك على السطح من فوق. طبعا قبل ما نفك الباب يعني حتى كان بي معانا رفيق اسمه عزرائيل، هذا عزرائيل، وكان بي موسى دوشكا، يعني كانوا معانا بالرفاق، يعني انه كانوا مستلمين الطابور اللي كنا ماشيين بيه. لما عادينا ثبتنا هالبناية قبل ما نطلع على السطح فوق، لقينا جهاز محطوط على سكة حديد، يعني نقول حماية الدرج، على سكة حديد معلقين عليه خيط أبيض تبع سنارة، احنا نقوله تبع سمك يعني. هنا جينا قطعناه بالجداحة، شقلنا الجداحة وقطعناها، طلعنا فوق قمنا نثبت بلوك يعني تنحمي حالنا بيهن. الدواعش كانوا مغابيننا على بنايات يقولون بنايات الصيادلة. البنايات طبعا كثيرات، يعني تقريبا شي 20 بناية نواة بعضهن، وكانوا مرافعين علمهم، علم داعش يرفرفون بيه، ورفعنا لهم علم قوات سوريا الديمقراطية الأصفر، وقمنا نأشر به أنه ثبتنا هنا، يعني أنه ما بي انسحاب لورا. المهم هنا ثاريب الجهاز هذا يدل على صواريخ، يعني موجهات عليه صواريخ. لما انفجر بينا البناية، يعني ما بو طبعا اشتبكنا مع داعش، هم كانوا اثنين، اشتبكنا معاهم تحت البناية. هنا عادينا بعد ما اشتبكنا مع هالاثنين هذولا صار علينا اقتحام، يعني تفجيرات، وصار الطلق ناري علينا. هنا بعض الرفاق تصاوبوا وبعض الرفاق يعني استشهدوا. هنا شلنا الشهداء، اجوا الرفاق علينا وشلنا الشهداء حطيناهم بالبيكام يسعفونهم الرفاق، والجرحى تصاوبهم. هنا عاد تصاوبت ثاني، اكلت ضربت طلقه براسي. وطبعا بالصواريخ هنا تصاوبت، بس كان جروح برانيه برجلي اليسار وبرجلي اليمين، تصاوبت كشظايا، طبعا كان باللحم يعني برا، يعني ماشي انه يعيقني. المهم واحنا منسحبين، طبعا هنا قبل ما اتصاوب الطلقه براسي لساني مصاب بس برجلي شظايا. الا اشوف رفيق لان يلي هو اسمه موسى دوشكا كان مشطح بالشارع كاشف عليه القناص، يعني ضرب القناص برجله وكاشف عليه القناص. بعض الرفاق يعني صار انسحاب من الهجومات اللي صارت علينا، يعني صارت التفجيرات اللي علينا، وجتنا مفخخه، بس المفخخه ضيعت الطريق علينا، ما فاتت علينا تفجر علينا السياره. جينا انا ورفيق وقفته، طبعا الرفيق كان يركض شايل سلاحه وسلاح الرفاق اللي معاه استشهدهم. قلت له هذا ارمي السلاح هنا بس خلينا ننقذ رفيقنا. لما ركضنا عليه نقذنا رفيقنا، هنا رفيقنا مصاب اصابه برجله مو مستشهد، وقام يركض معانا، يعني قمنا نساعده ونركض، شلنا سلاحنا ورجعنا انسحبنا تقريبا شي 5 كيلو انه طبعا على مزرعه ربيعه. طبعا هنا بعد انا ما تصوبت اغمى علي، يعني ما ادري، لا ما حسيت انه بصوابي، يعني احسه كحلم، يعني ما حسيت بالصواب انه مثلا طلقه براسي او كذا، كاني كنايم او حلم، يعني هالصواب هذا. لما قعدت انه حسيت يعني بعد نهارين انه انا بمشفى الشهيد خابات، الرفاق معالجيني، سعفوني لنفسهم الرفاق، وين اخذوني وين شلون وصلوني الغامشلو، عالجوني، ما كنت طبعا ما كنت على وعي. بعد نهارين اجاني قيادتي واجاني ابويا واجاني طبعا ببعض الرفاق كمان اجوا معاه، مع الرفاق اجوني على مشفى الشهيد خابات. بعد ما صرت بالبيت قمت انه اسال مثلا شلون اصابتي وكذا وجروح على برجليه، كنت من قولاتهم اللي يقول يخيط جاء شلون يعالج جرحه بيده، كنت اعالج جروحي طبعا
بيدي برجلي، اما كانوا على راسي انه الرفاق هم كانوا يعالجوني. كنا بده يفوت يقاتل كداعش، نقاتل داعش، نعرف باصابه باستشهاد، بنعرف كل شيء. يعني كانت نيتنا انه نحرر اهلنا، يعني الشعب المسيطر عليه داعش كنا نحاول نخلصه، يعني مهما كلف الثمن. يعني احتمال يعني كنا حاطين 100% استشهادنا، يعني كنا نعرف انه بي استشهادات، بي اصابات، يعني حتى واحنا مصابين يعني ما يفكرون انه مثلا خلص متصوبنا قعدنا. الحق كافه الرفاق المصابين يعني خاضعاني كذا دوره عسكريه باكاديميه الشهيد دشتي. يعني يقول انه خلص من انصابوا خلص قعدوا، لا احنا ما قعدنا، احنا نشتغل، احنا نشتغل باي نقطه عسكريه، باي يعني يصير فرزنا وين ما صار نشتغل، ما راح نقعد. اللي يخضع للدورات السياسيه والفكريه والعسكريه يعني يعرف انه مثلا قرينا مثلا كتاب القائد ابو، نعرف القائد ابو شلون كافح، شلون انطانا الفكر، يعني ما راح نقعد. او دور المرأة كانت اكبر مناضلة لنا، يعني لما درسنا بالكتاب يعني بكتاب القائد ابو تعرفنا المرأة مناضلة. احنا كانت اول نقولها كعرب، يعني كانت المرأة مهيمنة، يعني مهيمنين عليها كرجل يعني. اما قالها القائد ابو قال لو منحت السلطة للمرأة ستصبح دكتاتورية. كانوا لأن الخط الأول اليبجة واليبكة. خرجت على البيت انه تعالجت بالبيت، وبعدها يعني من بعدها ما بو 20 يوم 25 يوم رجعت لقيادتي وقاعد بالقياده، يعني رجعت للرفاق. يعني ما انه قعدت ببيتي انه مثلا خلاص صوبت مثلا انه مثلا قعدت بالبيت وكذا، لا رجعت للقياده. ورجعت كررت على حمل الرقه نفسها، رجعت على حمل الرقه نفسها، باشرت بها. كنت طبعا اقدر امشي بس ما اقدر اركض من الاصابه، ما اقدر اركض، بس كنت اقدر امشي وفت بالحمله. رجعت على الحمله، يعني نفوت بين البيوت قنابل وعبوات ناسفه، كانوا زارعين الرقه زراعه، يعني عبوات ناسفه وقنابل. وحتى كانوا يعني يحطونهن لانهم يعرفون مثلا بدنا ناخذ هالبنايه هي، بده يحطونا بسقف تبع البيت يعني شيء انه مثلا المهم يخلصون منه. واحنا كانت ارادتنا قويه وحررنا الرقه بخير وسلامه. وقاتلت يعني اكثر من اول قبل ما اتصوب، انه رديت اقاتل اكثر، يعني صارت عندي اراده اكثر انا والرفقات. وبعض الرفاق زاد كانوا مصابين وردهم رجعوا على حملة الرقة كمان وقاتلهم، يعني قاتلهم اكثر، يعني صار عندنا اراده قويه. ولليوم هذا يعني احنا عندنا اياها، يعني نقولها عربيه، اللي يتقدم على روج آفة خطوه راح نقف ونقاتله. يعني تضيع شهداء وضيع دم وضيع عضو من جسمه، احنا راح نقاتل على هالاساس هذا. يعني ظليت انا بعد تحرير الرقه انه ظليت اقاتل بعد الاصابه. وبعدها يعني بعد تحرير الرقه الرفاق يعني بي منهم لحقوا داعش على دير الزور، احنا ظلينا بالرقه. وبعد الرقه يعني طلعنا على فواج، صار ضم فواج، تاسيس فواج. هنا فتح بيت الجرحى بالرقه وضموني على بيت الجرحى. شفت رفقاتي وارادتهم قويه، الرفقات الجرحى كانت ارادتهم قويه. ولما شفت الروح الرفاقيه اللي بيناتهم، يعني ما كنت اتوقع انه هالروح الرفاقيه بين الرفاق الجرحى. يعني القى واحد مثلا مضيع عضو من جسمه، القاه مثلا زعلان او كذا، لا ارادته قويه اكثر من قبل ما يتصاوب.
والحصتين يعني اناقش مع طبعا الرفاق الجرحى على اراده الجرحى قويه بشيء ما يتصور، بشيء انه ما ينوصف يعني. طبعا الدروس بأكاديمية الشهيد دشتي كانت دروس سياسية وفكرية وعن المرأة، عن دور المرأة، شلون انه ما قبل الميلاد شلون اكتشفت انه الدواء وكذا، يعني انه المرأة يعني ضحت بحالها بسبيل العلاج، يعني بسبيل اولادها، يعني لما نقول بسبيل اولادها تكتشف العلاجات. لما انت نشوف احنا المرأة شلون تضحي، وعلى دراسة بكتاب القائد ابو شلون المرأة ودور المرأة كانت تضحي، صارت المرأة عندنا مقدسة يعني. يعني وبالعكس الرفاق بدروس بالسياسية يشاركوا، بالفكرية يشاركوا، بالدرس عن المرأة يشاركوا، يعني الدروس اللي نحضرها نشارك بهم كلياتها، يعني أكثر مشاركاتنا يعني على نضالها، يعني شلون كانت تكافح، يعني كان أكثر شيء أنه يعني القائد يعني أكثر ما يوصي المرأة، لأن المرأة كان لها الدور الأكبر. وكان يعني طبعا لما نخلص مثلا من الدرس انه مثلا الرفيق مثلا مصابات رجلينه، انه مثلا احنا نساعده. اما لما مثلا نحكيها مثلا كنا كرفاق يعني ما في مثلا معانا رفيقات بنفس المركز، كنا مثلا كنشطف مثلا او كنجلي او كنسوي اكل مثلا لحالنا. كانت الرفاق حتى ما يشوف، يعني حتى الرفيق احنا نقول الكازي يعني ما يشوف، نقول له مثلا حط مثلا هالشغله هاي مثلا ننطيه، يصير عنده تقديريا يقوم هو يقدر لحاله بشغله بطبيعته. مثلا كان نمشي مثلا نطلع نتمشى مثلا، يقول هذا انه لا حد يقودني، يعني لا حد يكمشني، تشوف ارادته ايش قدها قويه. تضحك على حالك بالمرايه، تعرف تمثل حالك بالمرايه، مثلا شنو انت بالمرايه، يعني ما تعرف انك انت رفيق كازي، يعني الشهيد المصاب والشهيد المستشهد، الاستشهد الضحى بحاله يعني مشان ارضه وعرضه ووطنه، يعني ولا كاني مثلا مصاب او كذا، بالعكس، ولا انه مثلا عندي اعاقه او كذا، لا ما عندي، بالعكس نشتغل اكثر يعني. بالعكس ما تعطينا مثلا نقعد ببيوتنا او كذا، لا بالعكس هاي تنطينا القدره انه نشتغل، نعمل، نكمل عملنا، يعني نكمل ارادتنا، نكمل روحنا الرفاقيه يعني مع بعض، ما تنطينا مثلا مراجعه لورا يعني. اللي يخضع للدوره يقول تعلمت كل شيء، لا ما تعلم كل شيء، يتعلم اكثر بالدوره، يتعلم اكثر. بالعكس يطلبون الرفاق مثلا على التدريب، بالعكس اروح على التدريب يعني نتعلم اكثر، يعني مو خلاص من خضعنا لدوره او دورتين تعلمنا، لا نتعلم اكثر. التدريب يعني بالعكس ينطينا قوه اكثر، يعني ينطينا مثلا كفاءه العمل اكثر، يعني التدريب كان لانه زين بالحيل. يعني بعد ما رجعت انه على غامشلو وركبت عين اصطناعيه مثلا، إيه لا لما شلت اللزقه كاني ماني مصاوب، يعني خذيت انه مثلا ماني مصاوب، بالعكس
ألاحظ ولا كأني مثلا إني مصاب يعني، بالعكس عندي إرادة قوية يعني. خلاص الإصابة مثلا ما وقفت، مثلا تصاوبت مثلا خلاص يعني، خلاص ما ظل شيء وراك، لا بالعكس احنا بالعكس نعمل أكثر يعني بعد الإصابة يعني. لما يجون الرفاق يعني يقولوا لي مثلا تنعالجك يعني، يعني أقول له يعني هذا إنه مثلا معالجة مثلا شنو يعني؟ خلاص مثلا اصابتك انها ما تكون مبينه بوجهك، اقول له مشان تظل مثل للمدني، مثل للرفاق الرفاق العساكر يعني، اليبجه يعني. بالعكس هاي تنطيهم اراده اكثر، يشوف رفيقه مصاب، بالعكس تنطيه اراده اكثر. هظل حياتي بين المدنيه والعسكريه، بالعكس عندي الحياه العسكريه مقدسه يعني. بالعكس لمنها مثلا كتفوت مثلا بين الرفاق، او مثلا كتقول هذال مثلا، تحس بالكلمة هذال يعني كأخ، كصديق يعني، كهو أهلك وناسك يعني. طبعا إن الفخر مثلا انه مثلا بي شهداء احياء، بي شهداء قدوه يعني لنا كمان. وشهداء الاحياء طبعا هم اللي راح يناضلوا اكثر ويعطوا روح رفاقيه لرفاقنا اليبكه واليبجه ولرفاقنا القصده يعني. بالنسبه احنا للقائد ابو، هو على ما انطانا وما مثلا انطانا الفكر والشيه هذا يعني، وقعدتنا هذه مثلا يعني لو مو فكر القائد هالقعده هاي احنا ما نقعدها. بالعكس احنا نطلب بتحرير القائد، بفك اسر القائد ابو.